هلا بنا. على طاري فيتامين دي، عندي لكم سالفة، بس بشرط انها تصير بيني وبينكم ما حد يدري. ما دامي قريب للمكان اللي صارت به السالفة اللي بقوله لكم، بصوره لكم. هذه لفيته بصوره لكم، وبعدين لو وصلت بقول لكم السالفة. هذه المدرسة ثانوية الجزيرة، كنت اداوم به، ويقولون قواله ان من قدمه ماجد عبد الله وصالح النعيمي دارسين بنفس المبنى ذا. الزبدة مرت من المرات رحت اسوي فحص شامل، وقالوا لي انك عندك فيتامين د معدوم، مو بناقص، معدوم اعدام. وش الخطة؟ قالوا مرة الدكتور، مريت الدكتور صرف لي علاجات وقال لي لازم تعرض لأشعة الشمس. قلت سم. أخذت العلاجات وسألت عن فيتامين د الشباب اللي أعرفهم، قالوا أبد، أول ما تطلع الشمس تعرض لأشعة الشمس تحاشي فيتامين د حشي. بس كيف يا أبو خليل يجيك فيتامين د الصبح وأنت الصبح عندك دوام من قبل لا تطلع الشمس؟ كيف؟ والله يمخمخ ذيبان أبو خليل. واروح المدرسة، انا اروح بدري المدرسة وارقى واناظر واثر السطح مفتوح واقدر اقفله من برا. كيف هو؟ بس المشكلة اشعة الشمس لازم تتعرض له مباشرة، يعني بدون حائل. حائل ولا جدة؟ اقول كمل لا اسطرك سم. والله انه في شي اللي هي ابو خليل، اخاف احد يشوفك، اخاف. قعدت امخمخ وافكر، قلت ها مين يبي يجي ببالهم بواحد متمصلخ بالسطح؟ وابدا كل يوم ارقى حاطنا حنفيه حقت الخزان شماعه لثيابي، مصلخ الذيب. واتكي بهالسطح يا لك الحمد شميسه وذا، لا منه بدت الحصه تلبست ونزلت. واقعد ابو شهرين على هالموال. جدار السطح مو برفيع، ويجي ناظر طلاب مدرسين يدخلون، لو واحد يرفع راسه شافن. والله ما حد جاب خبري. يعرف انه مره واحد من المدرسين اللي يمون عليهم نزل من السياره بيدخلوا الحال وناظر، وصوت له هي هي يا ناظر. بسم الله. هون خراش وجا لمي فوق ويطق من ورا الباب، عييت افتح قلت ما فاتح وش تبي؟ لامك تجي هنا. قال انت وش بك انت منهبل ولا بتنتحر ولا؟ لا وزيدكم من الشعر بيت بعد، اكتشفت ان جيران المدرسه سجن عليشه، يعني لو هم طايحين انبي كان منزلين على الارض دخان. واخرتها طلع الدكتور اللي نزلت لكم مقطع ويقول مي بالفجر من 9 ورا. يلا هي هذه الدنيا دروس، اهم شيء النية. الا فيو سهم. طلعوا طلابي بالثانوية يوم السالفة معكم يتابعون. يا فشيدتها. لا تشرهون يا حبايب قلبي، يا فلذة كبدي. كبدي. لأن الطب هو الطب، لا الصحة. لأن الصحة الإنسان مستعد يسوي أي شيء عشان صحته، صح ولا لا؟ فالله يرزقنا وياكم الصحة والفراغ، لأن الصحة والفراغ إذا اجتمعا رحنا واطي. والله ما أدري وش جاية من تالي، بادي ما أعرف أنصح يا جماعة. وش هالحال يبيلي دكتور؟ دكتور يا ولد. سلام.